السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هكلمك عن واحد صاحبي ناجح عنده ملايين المتابعين. مش مهم مين هو قد ما مهم هو نجح ازاي او قدر ازاي ان هو ينتج في وسط المشاكل والمعمعة اللي احنا فيها دي. الاول خليني اقول لك تأثير السوشيال ميديا على بعض الناس اللي اعرفهم معرفة شخصية وشفت بعيني الكلام ده محدش حكاهولي. خليني اقول لك ان احنا لحد يوم الدين هنتكلم عن مساوئ السوشيال ميديا، واتمنى ان انتم ما تزهقوش مني من كتر ما بنصح الناس في القصة دي، لان بصراحة القصة دي مش هتخلص. واحد اعرفه معرفة شخصية كان لسه فاتح قناته وعدى عليها حوالي 7 8 شهور، جاله تعليق سلبي. كان اول تعليق سلبي يجيله في القناة قفل القناة. قفل القناة حرفيا، مع انه كان موهوب. كان بجد القناة كان ممكن تكمل، مشاهدات كانت قليلة وكانت يعني معليهاش ريتش عالي، بس مجرد ما اتكتب له تعليق قفل القناة كان ممكن في المستقبل يعمل حاجة، الله اعلم، محدش عارف. في واحد تاني اعرفه جاله مرة تعليق سلبي فخد اجازة 3 اسابيع في بلدهم، سافر بلدهم قعد 3 اسابيع بسبب التعليق ده. التعليق ده بوظ له يومه وشقلب له المود بتاعه. ال3 اسابيع دول اللي هو خدهم اجازه في البلد ما كانوش نهايه المطاف، لا ده رجع وقعد فتره طويله جدا معرفش يكمل ولا يعمل اي محتوى. كان بيكتب مقالات وكان بينزل فيديوهات على قناته وكان بينزل صور وحاجات على الانستجرام، كل ده وقف ليه؟ لانه قعد فتره بعيد عن الموضوع. وانا واحد من الناس لما بقعد فتره بعيد عن التسجيل فعلا عشان ارجع لمود التسجيل تاني الموضوع بيبقى رخم جدا، وممكن ساعتها بقى تلاقي نفسك بتنتج بس انتاجيه ضعيفه جدا. هنا انا كلمتك عن المساوئ يعني او المشاكل اللي بتحصل لبعض الناس. في ناس ما عندهاش مشكله مع التعليقات السلبيه، في ناس زي العبد لله بفضل الله بعد سنين، طبعا ما كنتش كده يعني، ممكن اشوف تعليق سلبي مستفز جدا، يعني اوقات ممكن ابتسم واضحك كده واسيبه، وفي تعليقات كنت بدخل في جدال ونقاش لا ينتهي وضيع وقتي بصراحه وبعدها بندم بعد كده. طيب، صاحبي اللي انا كلمتك عنه في اول الفيديو نجح ازاي؟ من ان هو بعيد تماما عن السوشيال ميديا. هتقولي هو ازاي بعيد عن السوشيال ميديا حضرتك وهو عنده ملايين المتابعين؟ محدش بيشوفهم ويكلمهم؟ لا، في ناس بيشوفوهم ويكلمهم، الناس اللي شغالين معاه، الناس اللي بتشيل الهيدك عنه، وهو بيبعد تماما عن الجدال. هو ماشي بمبدأ اسمه ايه؟ اعتزل ما يؤذيك. انا عارف ان التعليقات هتأذيني فببعد عنها. لو انت عارف انها مش هتأذيك خلاص خليك معاها يا باشا وعيش حياتك وغوص في المشاكل، لكن مش كل الناس بتحب ده. في ناس النفسية بتاعتها بتتأثر، ممكن تشوف تعليق واتنين وتلاتة وعشرة وتحس ان الموضوع عادي، يا عم انا قدها قدود ومكمل وما عنديش مشكلة، وتكتشف بعدين ان انت وشك بدأ يظهر عليه انك عجزت، يعني بسبب المشاكل. انت مش واخد بالك ان في مشاكل كتير، انت عمال تتغير وانت مش واخد بالك. فلو انت عندك طريقة انك تعتزل ما يؤذيك اعتزل ما يؤذيك. خليني اقول لك انه الموضوع مش بس صناع المحتوى او الناس المشاهير بيعملوا كده، خليني اقول لك ان انت حضرتك شخصيا بتعمل كده. انت ممكن كشخص عادي ما عندوش قناة ولا بيقدم محتوى ولا بيعمل اي حاجة تروح على فيديو معين، فيديو جميل ولطيف وفيه شوية معلومات، وتروح بقى فجأة تقرر القرار الشنيع الفظيع الرهيب انك تنزل تشوف التعليقات. مجرد ما بتنزل تشوف التعليقات وتبدأ بقى تشوف الخناقات واتنين بيتخانقوا مع بعض وتروح داخل معاهم في المود، اليوم بتاعك بيتشقلب ويتغير. هنا بقى انا مش هقولك ان انت مش هتعرف تسجل فيديوهات وتنتج محتوى، انت حضرتك عندك حياة تانية، عندك مذاكرة، عندك حاجات شغل هتعمله. انت كمان مش بس صانع المحتوى او مش بس المشاهير، انت كمان يومك بيتدمر لما تشوف حاجة زي كده، صدقني. ولو بيحصل معاك كده اكتب لي في التعليقات عشان الناس تتأكد ان انا مش بحكي في هوا، وان في ناس فعلا بيحصل معاها كده كتير. فحضرتك لازم تحافظ على سلامك النفسي، ما تروحش للمشاكل يعني بنفسك ما دام انت فعلا بتتعب منها. لو انت ما بتتعبش منها ومحصن ضد الموضوع ده خلاص، انا بنصحك تكمل حياتك عادي زي ما انت وتدخل في التعليقات والمشاكل والخناقات، وان شاء الله ربنا يكرمك وما يحصلش معاك اي حاجة. لكن اللي انا شفتهم في حياتي كانوا بيتأثروا جدا والموضوع كان بيدمرهم، وفي ناس البيزنس بتاعها بيقف زي ما انت شايف. قناة كانت هتبقى في يوم من الايام اسمه ومصدر دخل ليه وممكن منها يفتح افكار تانية وحاجات، كل ده راح النار بسبب تعليق. مش مهم اللي كتب التعليق ده كتبه ليه او هو صح ولا غلط، كل ده مش مهم. الفكرة اللي عايز اوصلها لك، الحاجة اللي انت حاسس ان هي تأذيك ما تخش لهاش، ابعد عنها.
طيب هتيجي تقول لي والله يعني معلش انا هتناقش معاك بقى ايه باحترافيه بقى. الراجل ده عنده ملايين المتابعين، فعنده فريق ممكن يشوف التعليقات ومش عارف ايه، صح؟ مظبوط. انا راجل لسه فاتح قناه جديد، ما عنديش القابليه ان اعمل ده، وممكن تقابلني تعليقات سلبيه كتير جدا. هقول لك ده مظبوط وسليم، والراجل اللي اول تعليق سلبي جاله قفل القناه كان غلطان. ما ينفعش من اول قلم كده تتكل على الله وتمشي، لان انت كده ما بتتعاملش مع مشاكل خالص. هو في بداية حياته قبل ما يوصل لان يبقى عنده تيم كان بيجيله تعليقات سلبية. كان ممكن بقى يعمل ايه ساعتها؟ مش مهم اصدر حد ليها بقى، انا اتجاهلها بقى خلاص. انا مش طالب منك ان غصب عنك لازم حد يتعامل مع التعليقات دي، لا ممكن ما تردش. في واحد زمان اول ما فتحت قناتي سمعت عنه، كان بجد عامل فكرة يعني كان عليها جدال جامد قوي، بس لو قعدت تفكر فيها شوية في ناس هتشوفها فكرة عظيمة وفي ناس هتشوفها فكرة وحشة. وممكن تكتب لي في التعليقات ايه رأيك في الفكرة دي. الراجل ده كان بيشرح تصميم الويب. في بداية حياتي لما فتحت القناة كان الراجل ده اصلا موجود، يمكن قبلي بسنة او حاجة على اليوتيوب. الراجل ده كان بيعمل حاجة، رأيي الشخصي يعني مش عارف هو يعجبك ولا لا، ان هي كانت صح. كان بيقفل التعليقات على الفيديوهات مع انها ما فيهاش اثارة جدل، فيديوهات تعليمية بيشرح تصميم ويب ويجيب لك تصميم ويعمله ويقفل التعليقات. من ناحية التعليم انا شايف ان الكلام ده غلط، لان في ناس محتاجة تسأل. من ناحية اثارة الجدل انا شايفه صح، انه فعلا يقفل التعليقات وما يديش لحد فرصة ان هو يطلع اللي جواه كله، وتحصل خناقات ومشاكل جامدة جدا في التعليقات. وطبعا ده هيعلي الريتش، والدنيا ايه هتوصل لمسافة تانية خالص يعني، او القناة هتوصل لمكان تانية. هو بقى ما كانش عايز كل ده، هو كان قافل التعليقات على الفيديوهات كلها، والدنيا مشيت معاه تمام وعرف ينتج فترة طويلة جدا، وما كانش بيحصل له اي مشاكل فعلا، لانه ما فيش مجال ان حضرتك تعمل معاه مشكلة، لانه قافل التعليقات وما عندوش حسابات على السوشيال ميديا، يعني حرفيا ما ينفعش توصل له. وده سلاح ذو حدين. اول حاجة انت مش هينفع توصل له وتأذيه، بس الجانب السيء انك مش هتعرف تسأله. انا عايز اسأله عن حاجة، بلاش انا عايز اصحح له غلطة، ممكن يغلط عايز اصحح له غلطة عشان الناس التانية ما يحصلهاش نفس الغلطة. ممكن عايز اتناقش مع حد تاني في التعليقات، ممكن حد عايز يسأل حاجة سيبه لنا عشان احنا نرد عليه. انت بتسيب التعليقات ليه؟ عشان الناس تتناقش مع بعض، مش بالضرورة انا ببعت لك انت. انا ممكن حد يقول يا اخوان مش عارف، حد يبعت لي مش عارف ايه او يرد عليا، هو بيكون قاصد الناس المتابعين فعلا، عارف ان انت ممكن ما تشوفش التعليق. فالجانب التعليمي كان الجزء ده وحش، بس في النهاية اللي عايز اوصله لك ان هو كان مرتاح نفسيا من القصة دي خالص، وكان واضح انه التعليقات بتأذيه. نهاية القصة عشان ما نكبرش الموضوع او نتكلم فيه كتير جدا، لو انت شايف ان الحاجة دي هتأذيك ابعد عنها تماما، وخليك في الحاجة اللي هتفيدك. اتفرج على الفيديو العظيم الجميل اللي انت شايفه قدامك في معلومات وتمام، ما تنزلش للتعليقات علشان انت اللي هتخسر، مادام انت مالكش في المشاكل والجدال والحاجات دي بتتعبك. لو هتقدم محتوى اعمل حسابك من اول يوم ان انت هتقابل ناس هتديك تعليقات زي الزفت، زي ما في الحلو لازم يبقى فيه الوحش، ما تبقاش طماع. في ناس كتير هتدعي لك من غير ما تشوف انت بتعمل ايه، تمام؟ يبقى يعني العدل بقى ان يبقى في قدامهم حد يضايقك، بديهيات منطقي. اعمل بقى حسابك على الناس دي علشان ما تجيش تعطل في السكة وتقول محدش قال لي قبل كده الكلام ده وانا اتصدمت بعد كام شهر وهقفل القناة عشان انا محبط. انا جاي انصحك عشان نفسي ان انت تبقى ماشي في حياتك وعايش في سلام نفسي والدنيا تبقى حلوة معاك. شكرا.